اتفضلوا اقعدوا. النهارده اخر يوم هتشوفوني فيه. انا خلاص قررت اعتزل واسيب شغلي معاكم وابدا حياتي بعمل جديد بعيد عن السلاح وتجارته. مارد، انت بتتكلم بجد؟ وانا من امتى بهزر يا ماسة؟ بس ازاي تاخد قرار زي ده لوحدك وبالسرعة دي؟ وازاي اصلا هتعتزل وتسيب الفريق اللي تعتبر من المؤسسين فيه انت وزهران باشا؟ انا عارف ان قراري يجي فجأة، بس انا ما قلتش لكم الا بعد تفكير طويل، والتشكيل بتاعنا هيتلغي. لو سمحتوا اهدوا. لا مش هنهدى، انت كان المفروض ترجع لنا قبل ما تاخد الخطوة دي، لان احنا جزء من التشكيل، وكمان زهران باشا لازم يبقى عنده علم باللي انت بتقوله. وطي صوتك وانت بتتكلم معايا، وانا محدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، واللي بقوله هيحصل، والمؤسسة دي مش هيبقى لها وجود من بعدي. الاجتماع انتهى. النهاردة اخر يوم امتحانات، يا رب تتشطري بقى وتنجحي. مالكش دعوة. طيب بعد ما تخلصي ارجعي بسرعة عشان هعزمك على حاجة حلوة شبهك. ياه يا كنزي، انا مبسوطة قوي النهاردة، اخر يوم وهنخلص من الهم ده. يا اختي تنيلي، يعني قعدة البيت هي اللي نعيم؟ ما هو كله محصل بعضه. ديما الحقي يا بت، ابو مناخير كبيرة جايلك. ديما ممكن نتكلم دقيقتين سوا؟ طب هسبقك انا بقى يا ديما. خير يا جاسم، عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي حصل منك اخر مرة؟ يعني انت اللي مزعلاني وانت اللي مقموصة؟ انا مش عارف انتوا البنات مالكم، هرموناتكم ما بتجيش غير على الغلابة اللي زينا ليه؟ لو ربنا ياخدكم ونرتاح. يا ساتر يا ساتر منكم. ان شاء الله كل الرجالة يا رب. مختصر الكلام عشان تروحي تمتحني، عاوزة اقابلك بعد ما تخلصوا ونتكلم سوا. هو في ايه ما بينا عشان نتكلم فيه ونتقابل؟ يا ساتر عليكي قفيلة، يا رب تسقطي يا رب، غوري يا بت من هنا. ريم، اول ما كنزي ما توصل اديها الفستان ده تلبسه وجيبيها على هنا. تحت امرك يا باشا. خلصنا يا كنوز اخيرا. عقبال النجاح يا بت. همشي انا بقى عشان جاسم وقفلي. هبي طمنيني عليك يا بت. ياكش يخطفك ونخلص منكم، جاتكم النيلة ملتوا البلد. واضح يا اركان ان اباه يعمل مفاجأة لكنزي النهاردة. بس يا رب ما تنرفزوا زي عادتها. انا حاسة ان الحاجات دي ما تمشيش معاها خالص. دي عايزة قاعدة على عربية فول معاهم فحلين بصل ومخلل، ويا سلام بقى تبقى قاعدة متكلفة لو فرشت لها جورنال في الارض في اي مكان في نجيلة. كنت في طريقي القصر وراكبة مع جيجي، فجأة والسواق ماشي بينا ووقف تاكسي وعربية تانية قصاد بعض، خلى عربيتنا هي كمان تقف وسدوا الطريق عنا. جرأية لا انت فاكر نفسك في شارع جدك؟ ده انت اللي زانق عليا يا متخلف. بقى انا متخلف؟ طب تعالالي بقى. ايه ده؟ هو في ايه؟ الظاهر كده في خناقة يا فندم. طب واحنا مالنا؟ اطلع يا عم. الطريق مسدود، خليك هنا ما تتحركيش يا مدام كنزي. اول ما جيجي ما نزلت فجأة لقيت باب العربية بيتفتح وحد بيشدني من دراعي وعايز ينزلني من العربية بالعافية. لسه اصوت لقيته بيكتم بقي وخدني بسرعة. ما خلاص يا حاج انت وهو عاوزين نعدي الطريق عشان خاطر الباشا، بس انا هسيبك. ايه ده؟ انت ازاي تنزل من العربية وتسيب كنزي هانم لوحدها؟ يلا ارجع للعربية بسرعة. الحق يا جيجي، كنزي هانم مش في العربية. ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ كنزي فين؟ بقولك مراتي فين؟ بصراحة كده الهانم اختفت من عربيتها فجأة ومعرفش راحت فين. هو انت يا ابني هتفضل ساكت كتير كده؟ اعمل ايه؟ ما البعيدة جبلة ما بتحسش. اسم الله على كتلة المشاعر اللي قدامي. على فكرة ده اسلوب ساخر وانا ما اقبلهوش، ثم انك لو مش مقدرة كمية الطاقة الشعرية اللي عندي يبقى العيب فيكي. شعرية؟ شعرية باللبن والسكر. ما تبطلي برود بقى يا شيخة. طب اخلص وقول عايزني في ايه؟ انت المرة اللي فاتت مشيتي قبل ما تدفعي الحساب ودبستيني انا فيه، ودلوقتي حضرتك مضطرة ترديلي العزومة عشان محدش ياكل حقي.
لا والله. شفت بقى مين اللي بارد وبيستخف دمه؟ يا بت انا بضحك معاكي عشان تفكي كده. هني لا عليك وانت شبه الخليل كوميدي. هو انا في خفة دمي؟ على العموم انا جبتك عشان نتكلم في موضوعنا اللي مخلصش ونحط النقط على الحروف وندي لعلاقتنا فرصة. هو يا ترى بقى خدت قرار مصير عشان علاقتنا تستمر؟ اكيد، ولا ما كنتش طلبت اني اقابلك. انت بتقولي ايه؟ ازاي اختفت منكم يا كلاب؟ امال انتوا ايه لازمتكم؟ اهدى بس يا ابني، هي يمكن نزلت تجيب حاجة وهم مشغولين. وينشغلوا عنها ازاي؟ امال انا حطيتهم في حراستها ليه؟ مش يمكن تكون هربت؟ انا هتصل بيها، اكيد هي عمرها ما هتعمل كده. ايوه يا ابني، رن عليها، جايز تكون راحت تشتري حاجة على رأي نرجس. استنى يا ابن الفرطوس، انت عايز مني ايه وساحبني وراك زي البهيمة كده ليه؟ مغطي وشه وجررني وراه، هو مش عايز يسيب ايدي ولا حتى عايز يرد عليا. اقف هنا، هو خدني على فين وانت مين اصلا؟ انا قلت له كده راح شايل الشال من على وشه. بابا، انت ابن الفرطوس اللي خطفني؟ لا، انا مش مصدقه نفسي. انت طلعت من الابهات اللي بتخطف بناتها؟ فوق يا بابا، انا بنتك. ما كفاياكي هبل بقى يا بنت الهبله، انا هخطفك ليه؟ يو، ما انت امرك عجيب برضو يا بابا، لابس لي مخطط زي الحراميه وخاطفني في حته بعيده. ده ايه الفيلم اللي انت عامله ده؟ الله يخرب بيت افكارك يا شيخه. طب قولي، طيب جايبني بالطريقه دي ليه؟ احنا هنهرب من المارد. ايه؟ هنهرب ليه؟ عشان مرضيش يسيبك ترجعي معايا، وانا لا يمكن اخليكي تعيشي معاه بعد ما رفض انه يتغير علشانك. ايوه يا بابا، بس هنهرب نروح فين؟ امان عنده 100 طريقه يرجعني بيها، هو كمان انا لسه على ذمته. لا، هو طلقك وانا متاكد انك مرجعتش ليه. وما تخافيش، انا مجهز كل حاجه. هنروح اسوان، وفي واحد اعرفه هيجهز لنا مركب من هناك، وهنهاجر بعيد عن هنا خالص. وفكرك كده مش هيعرف يلاقينا يعني؟ ايوه مش هيعرف، ولغايه ما يعرف احنا فين هنكون سيبنا البلد بحالها. لا يا بابا. يا لهوي، ده امان اكيد عرف باللي حصل وزمانه قلب عليا الدنيا. لقيت بابا خطف مني التليفون ورماه على الارض. يوه، عملت كده ليه يا بابا؟ عشان التليفون ده يخليه يعرف مكانك. يلا بسرعه. ايه ده؟ دي مش بترد، وكمان تليفونها اتقفل. مش قلتلك هربت؟ جيبي العواقب سليمه يا رب. ايوه يا جاسم، تعالى لي بسرعه عند بيت صلاح، كنزي هربت من الحراسه. مش وقت تفاصيل دلوقتي، تعالى بسرعه. هو في يا جاسم؟ مالك ارتبكت كده ليه؟ كنزي هربت يا ديما. يا نهار مشقلب، هربت ازاي وليه؟ معرفش، تعالى اوصلك في طريقه عشان نشوفها راحت فين. اتصلت على تليفونها يا مرد، اتقفل فجأة، بس وحياة امها لو اللي في دماغي طلع صح لكم مولع فيهم كلهم. وفعلا طلعنا فوق وفضلنا نخبط على الباب، لكن مفيش اي حد رد علينا. وفي الاخر واحدة ست كبيرة خرجت لنا من الشقة اللي جنبيهم. جرى ايه يا ابني؟ كل ده رزع على الباب، مش تقدر ان في جيران حواليك؟ معلش يا حاجة، اصل بنخبط ومحدش بيرد. الاستاذ صلاح ومراته خرجوا من بدري، الظاهر كده والله اعلم مسافرين عشان كان معاهم شنط. ايه؟ مسافرين فين؟ هو انا ايش عرفني يا ابني؟ هو انا هقف ندرج للجيران؟ اسمعي يا ماسة، كلمي كل رجالتنا يدوروا عليهم في كل حتة ويبلغوني بالتفصيل. حاضر. وانت يا جاسم اتصل بشركات الطيران واعرف لي اذا كانوا حجزوا تذاكر لاي مكان. بقى كده يا كنزي، انت خيبتي املي للمرة التانية وطعنتيني في قلبي من غير رحمة. انا بجد عمري ما سامح كنزي ابدا على اللي عملته في ابي امان. وعلى رأي المثل، محدش بينجرح قوي الا لما بيحب قوي، وياما في الحبس مظالم. الخيانة شيء صعب، خصوصا لما تيجي من حد قريب مننا. هو يا ترى بقى قبل ما تعمل ليها كل اللي هي عايزاه اعترفت لك بحبها؟
هو اللي كان كل غرضها تكسر قلبك وخلاص. بصيت له ما ردتش عليه، وكان كل كلمة بيقولها بتغرس في قلبي زي السكينة. مارد مش سايبين أي دليل، كأنهم فص ملح وداب. ومفيش أي حجز ليهم في أي شركة، يمكن مش مسافرين، أو يمكن حاجزين بأسامي وهمية، أو ممكن مش مسافرين طيران أصلا. تفتكر؟ أنا متلخبط وحاسس إن دماغي هتنفجر. أرجوك يا مارد اهدى، ما تعملش في نفسك كده. هنسأل تاني ونعرف مكانهم صدقني. المشكلة إن صاحب التاكسي اللي وصلهم قال لما شاف صورة صلاح إنه وصل صلاح هو ومراته في نص الطريق وسابهم ومشي، والرجالة راحوا على العنوان ودوروا في المنطقة كلها وبرضه ملهمش أي أثر. وممكن يكون أجر عربية عشان تاخدهم للمكان اللي هم رايحينه، وبالتالي ما نعرفش ندور عليهم. ده لو عمل زي ما انت ما بتقول كده يبقى ذكي قوي. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. توقعاتكم ايه؟ يا ترى مارد هيقدر يوصل لكنزي؟ ولو وصل لها هيكون مصيرها ايه بين ايديه؟ عايزين تعرفوا كل ده واكتر؟ هيستنوني في الحلقة اللي جاية. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل قصة جديدة.